حبايب قلب عاملين يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنعمل فيه مكياج من مفضلاتي من دراج ستور، فتعالوا بقى نعمل الميك اب لوك مع بعض. وكان في بنوته اسمها نهله كانت عايزه ميك اب يليق على فستان نبيتي والميك اب يكون هادي. يا رب الفيديو يعجبك يا نهله. بس كده حبايب قلبي، عايزه انا عماله اعمل لكم كده عشان تشوفوا شياكتي واناقتي النهارده، تشوفوا شياكتي واناقتي. تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وتسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه. ويلا بينا بسرعه نبدا. اول حاجه لو انت محتاجه برايمر يكون للمسام، البرايمر ده بتاع كاتريس خطير حلو جدا اللي هو اسمه جود باي بورز، ودي مش اول واحده انا اشتريها من كاتريس، خطير بصراحه حلو قوي. بصوا هو بيبقى زي عارفين شبه البرايمر بتاع تارت قوي، بس تارت ادخن سيكه كده منه، وده حقيقي بتاع كاتريس، ده بيشتغل على المسام وتحفه. بحطه بقى على كل الاماكن اللي عندي فيها مسام. نيجي بعد كده للفاونديشن. انت لو عايزه فاونديشن يمشي معاكي للمناسبات حلو جدا وخفيف جدا على البشره، هو الفاونديشن ده من كاركتر خطير. انا بحاول ما بهدلش نفسي النهارده عشان خاطر افضل شيك كده وانيقه، فهحط كده الفاونديشن على البتاع دي عشان بتوع دول طوال قوي وهم موتريني بصراحه. ونبتدي نوزعه. الفاونديشن ده عظيم بقى لو انت عندك مناسبه عايزه تحطي ميك اب لنفسك، خطير. هلم الكمام كده عشان ايه؟ الشياكه مش هتنفعني يا مديحه اما الكمام تبوظ. بالنسبه بقى للكونسيلر، الكونسيلر ده من اسنس اللي هو اسمه كاموفلاج، اظن باين لكم قد ايه هو خلصان. هو الكونسيلر ده انا كنت بعمل له ميكس مع كاتريس، مش عشان هو وحش، لا عشان هو الدرجه اللي جبتها كانت غامقه عليا خلاص. فانت لو هتجيبي منه درجتك خطير خطير حلو جدا تحت العين، ما بيكسرش ما بيخططش. الدرجه اللي معايا دي رقم جولدن توفي وهي غامقه، فعشان كده دايما بدخلها بتاع كاتريس عشان كاتريس كان فاتح عليا. اللي هي الدرجه بتاعته درجه 10، بس ده لوحده خطير بصراحه. هاخد كده نقطه بس منه هنا كده، وبعد كده هفتح بقى بكاتريس. هستخدم الكونتور ده من لاجيرل، خطير جدا حلو جدا كريمي جدا، البيجمنت بتاعته تحفه جدا. الدرجه اللي معايا دي رقم ميديوم، انا بستخدم طبعا دي. ثبت بقى الوش كله، وهستخدم اللوز باودر دي من اسنس اللي هي البنانا، خطيره 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 ودرجتها خطيره وحلوه جدا في تثبيت الوش. بصوا درجه البنانا بتاعتها اللي هي البنانا الصفرا مش الغامقه، فبتليق على بشرات كتير قوي. تمام. هو اصلا الفاونديشن بتاع كاركتر ما بيحتاجش باودر كتير، فاحنا هنثبت كده بس على خفيف. وللكونتور، الكونتور ده بتاع اسنس خطير حلو جدا جدا جدا، في جزء كده مات وجزء هايلايتر. انا للوش كله بعمل ميكس للدرجتين، وللمناخيري بس بستخدم الدرجه دي. الدرجه اللي معايا دي رقم 20 كوكو كيزد، ناعم قوي على الوش وبيندمج بسهوله بصراحه، خطير قوي البرونزر ده. الصدفه ان انا طلعت الكونسيلر واللوز باودر والبرونزر، وكمان هنستخدم البلاشر من اسنس، البلاشر اللي هو الجديد ده اللي هو بلاش كراش، ده خطير خطير خطير. الدرجه دي رقم 70 بيري بلاش. بصوا درجته حلوه قوي وناعمه قوي. بقى للاي شادو، الباليت دي بتاعت بات خطيره حلوه جدا، البيجمنت بتاعها تحفه، بس هي كان ناقصها بس درجه لون اسود. اسم الباليت دي فلامينجو. بصوا شكل الدرجات. قبل ما نبدا، في بنوته اسمها نهله رأفت كاتبه لي بحبك قوي ومتابعاكي من زمان وانا بحبك جدا يا نهله، كانت عايزه مكياج يكون على فستان نبيتي ويكون هادي بالباليت بتاعت مايت سينما. بصي انا عشان ما اتاخرش عليكي هستخدم النهارده الباليت بتاعت بات، وتقدري تختاري نفس الالوان من الباليت بتاعت مايت سينما. ولو مش مستعجله اكتبي لي برده واعمل لك مكياج نبيتي من المكياج بتاع مفضلاتي في المنتجات الاقتصاديه، واستخدم معاكي الباليت بتاعت مايت سينما. بس لو مستعجله اختاري نفس الالوان اللي انا هختارها معاكي. بس كده، شكرا يا نهله. اول حاجه هاخد فرشه كده تكون مبططه، وهاخد الدرجه الجولد دي اهي. انا مش مثبته الكونسيلر ولا اي حاجه عشان انا عايزه اخد
البيجمنت القوي بتاع الاي شادو. هحط بس اللون الجولد هنا كده، هاخد اللون ده برضو لون شمر وهحطه بقى في نص العين تقريبا كده. هاخد بقى منديل اشيل الزيادة اللي على الفرشة كده، وابتدي ادمج الجولد مع البينك كده على خفيف. انا دايما بسأل على الموضوع ده، ان انا لما الالوان الشمر بتنزل على وشي بشيلها ازاي. انت طالما مثبته وشك بالباودر كويس، بصوا هنا الوان شمر نزلت. اوكي بصوا الالوان الشمر راحت خلاص. فهي الالوان الشمر بتروح لو انت مثبته الوش كويس، بس لو الفاونديشن مش متثبت كويس ولسه فيه تلزيقه، لا هتلاقيها لزقت كده على الوش. ناخد بقى ايه، فرشه دمج تكون صغننه كده شويه، وهاخد الدرجتين اللي جنب بعض، الدرجه دي والدرجه دي كده، وهبتدي احطهم هنا كده في اخر العين. ناخد بقى فرشه دمج تكون واسعه، وهاخد الدرجه دي كلون انتقالي، ونبتدي بقى ندمجها تحت الحاجب او على الجفن الثابت بالفرشه المبططه وباللون البينك ده، وهحطه تحت العين كده. هنيجي بقى للكومباكت باودر. الكومباكت باودر دي بتاعت سبال، خطيره خطيره خطيره. في بنات بتسالني ايه الفرق ما بين اللوس والكومباكت باودر. الكومباكت باودر لو انتي هتجيبيها تنضفي بيها حوالين الكونتور، واللوز بتثبتي بيها الوش كله، بس الاتنين يقدروا يقوموا بنفس المهمه بتاعت بعض خلاص. فما تغلبيش نفسك، يعني لو عندك حاجه واحده تقدر تعمل لك الحاجتين ومفيش مشكله. الفيكس سبراي ده بتاع كاتريس حلو قوي، وبيهدي جدا جدا شكل الباودر معاكي، وكمان تقدري تستخدميه كبرايمر قبل الميك اب خالص. بالنسبه للروج من مفضلاتي، الروج ده بتاع NYX حلو جدا جدا، والدرجه دي خطيره برضو، دي LI 17 تحفه. ثباته حلو قوي، هو ما بيثبتش طول اليوم معاكي بس بيقعد معاكي حبه حلوين، بس هو مات. لو انت بقى عايزه تخليه فيه لمعه او حاجه تحطي له جلوس فوقيه، لكن هو خطير وانا بحبه جدا. عندي منه درجتين، واحده خلصت ودي اللي انا بستخدمها دلوقتي، بس انا طبعا مش هستخدم ده عشان حاسه كده هادي. هستخدم الروج ده من اسنس، بس ده انا ما بحبوش ابدا. الروج ده بينشف الشفايف جدا جدا جدا. الدرجه دي رقم 9. اقتنعتش بصراحه بالدرجه بتاعت اسنس دي، يعني كنت خلاص بقى خلصت الفيديو وقمت، حسيت انها لا مش عاجباني. اوكي، فاستخدمت ايه بقى؟ استخدمت الروج ده من اماندا، وده برضو من مفضلاتي وحلو جدا. الدرجه دي من اماندا اللي هو الديفا درجه 7، وحطيت عليها الجلوس ده برضو بتاع اماندا درجه 12. يعني استخدمت دول كده للروج. اوكي، اكتبوا لي بقى رايكم، ده عجبكم اكتر ولا ده؟ بس انا بصراحه عجبني ده اكتر. بس كده حبايب قلب، الفيديو النهارده يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا باي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه. اشوفكم في فيديو جديد، باي.